هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم مستمعين الأكارم، أحييكم أنا صلاح محمد زين، وأرحب بكم في ساعة اليوم 30 من ديسمبر الموافق لآخر أربعاء من العام 2015، وفيها تستمعون إلى نشرة للأخبار ثم جوانب من جلسات اليوم الثاني والأخير للملتقى الوطني للتشاور الذي عقد مؤخرا بنيروبي. يليه محطات مع أحمد القيسي تحت عنوان آهات إريتريا في الزمن الصعب. نرجو لكم متابعة طيبة ومفيدة.
صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين: تزايد أعداد الموتى والمفقودين بمعسكر معيطر للتدريب العسكري. تعرض منزل رئيس تنظيم أثيوبي لعملية سطو بالعاصمة أسمرة. تفاصيل الأخبار. أفادت الأنباء الواردة إلينا من داخل الوطن أن أعداد الشباب الإريتريين الذين يموتون أو يفقدون أثناء تأدية التدريب العسكري الإجباري بمعسكر معيطر في تزايد مستمر. وقالت مصادرنا أن 45 من أولياء الأمور الذين انقطعت أخبار أبنائهم عنهم منذ التحاقهم بالمعسكر ذهبوا مجتمعين إلى هناك وحاولوا الاستفسار عن مصير أبنائهم، فلم يجدوا سوى التهديد والتخويف بالسجن والمساءلة القانونية إذا لم يعجلوا بمغادرة المعسكر. ورغم محاولات أولياء الأمور والإصرار على معرفة مصير أبنائهم وتقديم بعض المستندات والصور التي بعثها أبنائهم إليهم من المعسكر، إلا أن القائمين على المعسكر اكتفوا بأخذ المستندات والصور وقاموا بطردهم تحت تهديد السلاح والاعتقال. هذا وتفيد تقارير عديدة أن معسكر معيطر فضلا عن كونه معسكرا للتدريب العسكري الإجباري يحتوي أيضا على سجن يعد من أسوأ السجون والمعتقلات في إريتريا، حيث أكدت مصادرنا أن التعذيب الوحشي والمعاملة القاسية أودت بحياة أكثر من 1000 شاب حتى الآن. والجدير بالذكر أن العصبة الحاكمة في إريتريا تدير أكثر من 360 معتقلا سريا تحت غطاء مراكز للتدريب العسكري ومسميات أخرى. تفيد مصادر إذاعة صوت المنتدى أن منزل المعارض الإثيوبي برهانو نجا رئيس ما يسمى بجنبوت سبات والكائن بحي ترافولا بالعاصمة أسمرة قد تعرض في 19 من ديسمبر الجاري إلى عملية سطو من عناصر مجهولة. وحسب المصادر فإن عملية السرقة أسفرت عن فقدان جهاز حاسوب محمول وبعض المستندات الهامة، حيث قام برهانو نجا بالاتصال مباشرة بجهاز ما يسمى بالأمن القومي وأبلغهم بعملية السطو. وأكد ناشطو المنتدى بالعاصمة أسمرة أن العملية لم تهدف إلى سرقة مقتنيات المنزل، إنما الحصول على معلومات هامة في الحاسوب والمستندات. هذا وتقوم وحدة خاصة بالأمن الخارجي بحراسة منزل برهانو نجا منذ نجاح عملية سرقة الحاسوب والمستندات. وتبذل الأجهزة الأمنية جهودا مكثفة في البحث عن المستندات المسروقة التي تحوي على معلومات سرية هامة سيكون ضررها كبيرا على العصبة الحاكمة في أسمرة إذا تم تسريبها إلى الخارج. وتفيد التقارير الواردة إلينا من أسمرة إلى أن المعارض الإثيوبي برهانو نجا الذي يتخذ من إريتريا مقرا لنشاطاته المعارضة للحكومة الإثيوبية قد تعرض من قبل لمحاولة تسمم غذائي، وأن هناك جهات تعمل على اغتياله، لذا خصصت له العصبة قوة حراسة ترافقه أثناء تحركاته. نهاية النشر. سزمي كيديا اللي ربنا ميمر مفرا استنتن الدنو بلمقر دونمتن ياعم وقت مليكي كدو كنوكين كحوز بيرخنا ملدو
صوت المنتدى. نحن طبعا كقوة سياسية التقينا. في البداية أخذنا طلب أنه الجماهير أو الممثلين تاع المختلف المناطق الموجودين هنا والمناضلين قدام أن يشاركوا في لقاءات تاع التنظيمات. من جانب إيجابي شفناه، يعني مش الهدف منه ممكن فرض هيمنة ولا فرض آراء على التنظيمات، أو كمان إنه التنظيمات رفضت لأنه في هناك عمل سري حدثنا بينهم، لكن هي تخصصات يعني. لأنه نحن أصلا لما جينا في البداية كتنظيمات إنه هذا لقاء بتاع تنظيمات سياسية وهذا الأجندة اللي كانت موجودة، لكن هذه الوجوه الخيرة اللي شفناها والآراء اللي قدمت والأوراق اللي والدراسات اللي شفناها هنا شفناها استفدنا منها بشكل إيجابي. بعدين المداخلات والآراء اللي قدمت أيضا أثرت هذه الأوراق وهذه المقدمات. بالتالي نحن أولا نظرنا لهذا الموضوع بشكل إيجابي وأشدنا بها. اثنين، نحن طبعا قلنا يا أخي نزولا رغبة الناس وأيضا احتراما بالجهود اللي بذلت من إدارة هذه الجلسات وبالذات من المسؤولين في المدرة، قلنا خلاص كان في اقتراح من المناضل المسفن في آخر اللقاء خلونا ننهي هذا الملتقى، بعدين التنظيمات تكمل يعني إلى حد ما قلنا هذا الاقتراح هو منطقي. هو بالتالي نحن مع بعض من هذا الملتقى في إذا في بنود لسه ما انتهت، وفي أيضا حنقدم لكم النقاط اللي مقرر مناقشتها في إطار التنظيمات، البنود الجدول أعمالنا فيها كمان توصيات إذا في آراء تقدم لنا بشكل مختصر إنه نحن للاستفادة منها. بعدين لقاء التنظيمات حيبدأ اليوم، حياخذ وقت وأكثر من لقاء لا حيحتاجها، بالتالي ما في حاجة اليوم حننهيها أصلا. بقدر كل الموضوع إنه رأيناه بهذا الجانب، ونحن نشكر شاعركم. ما في أي شيء أصلا نخبيه في وقته إنه تبلغ الجماهير توصلنا لإيش. لكن كل هذه الدراسات كل هذه الآراء اللي قدمت لنا حتكون في يعني محط اهتمامنا ودراستنا لها يعني. الموضوع الثاني، رأينا أن هذا الجهود اللي بذلوا المنتدى لتنظيم مثل هذا اللقاء وحشد هذه الكوكبة من الإريتريين بمختلف مشاربهم ومن مختلف المناطق، يعني أثر العملية النضالية كان شيء إيجابي. طبعا نحن نعمل لقاءات مختلفة في مختلف المناطق ولنا قواعد، لكن رأينا أنه نفس المشاعر نفس الرغبات نفس توحيد الجهود تاع المعارضة هي في كل مكان. التوصيات اللي تجينا من كل الناس، بالتالي هذه أيضا إضافة إيجابية هي. لذلك رأينا أيضا أنه الأخوة في المنتدى أيضا يواصلوا جهودهم في تعزيز العمل المعارض وممكن توحيد جهود المعارضة، ونحن موجودين معكم بعد إن شاء الله بعد انتهاء الاجتماع سنلتقي. البنود اللي ممكن بعدين عشان تسجلوها اللي نحن هنناقشها، أولا مسألة كيفية توحيد الرؤى وتوحيد طاقات المعارضة، هذه قوى المعارضة وفسائل المعارضة. اثنين، كيفية إسقاط النظام، نقطة ثانية معنا. ثلاثة، تصور مشترك للمرحلة الانتقالية من فترة سقوط النظام أو تغيير النظام إلى إقامة النظام الدستوري. ده هو البنود اللي نحن حنناقشها. طبعا في هذا الموضوع نحن عندنا آراء فيها وناقشناها قبل كده، لكن لترسيخها أكثر يعني. يا ولا للا ولا لنا ولا للا ولا لنا يا ولا للا ولا لنا ولا
ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا يا ولاد لالي ولا لنا ولا لنا ولا لنا يا ولاد لالي ولا لنا ولا لنا ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا عدنا عدراك بدا أرد محرس وجرادين عدنا عدراك بدا أرد محرس وجرادين يحب التا ومعادن ويضحك لون بنزين شعبنا شعب إريترا سبع ما انتو وحبا حتى بيدا أقلوبنا سبعة نقوى وكدمنا سبعة نقوى وكدمنا سفال الكوعجة أبقى تكوني موضاك فهنا ولا تكوني يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا أزي أقدس للوت إنتاي لوت كمية كنسي لوت أجباب من صع نيلوتي نبهر نيت لوتي يسمع أجباب لوتي ندل كلنا دحلوتي لنا زربا تأجباب كمية كنسي جن ينادي دكتور عوض برضو توصيته انه يعني وسائل التغيير هي يعني برضو يعني تتحكم في مضمون التغيير. عشان كده يعني وسائل التغيير يعني التنظيمات تديها أولوية ومن ضمنها يعني موضوع المصالحة الوطنية، لأن المصالحة الوطنية في إريتريا قضية ملحة هي ده يعني هو يعني المظلوم يعني يحقق العدالة الناجزة، وفي نفس الوقت برضو يعني الظالم يعترف ويطلب العفو من المظلوم. ده يعني تساعد في تحقيق الوفاق الوطني. من أجل الوفاق الوطني التنظيمات السياسية تدي أولوية لضرورة المصالحة الوطنية وتتروج لها وتعمل لها يعني أدوات من حسة، بحيث أن نحن يعني نحقق المصالحة في إريتريا. وطموحي أنا أيضا بحب يعني أفضل أو أود أن أشوف المصالحة الشعب المتصالح والمصالحة الوطنية. أنتي كندي نزارو كل جزء تاعي خميجي نانلوود يومين. أبدي لأن حصار غلط كزارب نفسي كزاخر زغالية كله نبابل زفرحان زيادة لأن كل تناي بالسرقان من الرخات كنديس أجل كمبوريا. يعني دائما نحن بنتحدث عن وسائل التغيير، فهذه المسألة يعني بنقول كيف حنغير الوسيلة اللي حنغير بها النظام هي شنو؟ يعني الموضوع ده كنا بنناقشه مرات عديدة، لكن التغيير ده ممكن يتم بأي شكل كان، يعني بموت طبيعي يبقى أو بحاجات اللي كنا بنذكرها هنا بأي شيء ممكن يعني. لكن لما نبقى التغيير المرحلة اللي تلي التغيير هي المعقدة. يعني أنا يعني حسب الدراسات وحسب المناقشات اللي كنا بنجريها هنا، يعني المرحلة الانتقالية هي مرحلة معقدة وخطيرة هي، وعليها أنه يعني التنظيمات تتوقع كأنه يعني مقبلة في مرحلة انتقالية من حسن، وتهيئ نفسها وتعد لها إعداد وتقدم يعني حلول تعالج قضايا المرحلة الانتقالية. والتنظيمات دي تشوف المرحلة دي يعني ما تؤجلها، ما تشوفها بالسنة الجاية ولا لشهور، يعني تعتقد كأنه من حسها هي مقبلة لمرحلة الانتقالية وتهيئ نفسها وتقدم يعني معالجات للمرحلة الانتقالية لتلي إسقاط النظام.
هم حالكم زي الأخبار زي أنا بعاونها إزايو وزوج نقدر معي تقربنا كمان زرنا بس بحسب كذا أكثر فحيل عن قطع 20 يوتر 20 لازم مسافر حدوداتي نعم هاجرنا من الحال اتلوكي بس قدرت توصي أن التغيير يعني بيتم يعني بحشد إمكانيات جماهيرية مشتركة، يعني زي مرحلة النضال للاستقلال. هو يعني النضال الاستقلال يتحقق بمجهود شعبي في الداخل وفي المهجر، يعني عندنا حاسة برضو يعني التغيير يتم بمجهود شعبي يعني في الداخل وفي الخارج. فإذا يعني حشد الإمكانيات النضالية مهمة هي، وعندنا برضو تجارب. أنا ما أحب يعني أستصغر من شأنها ولا يعني برضو يعني بيحول من قدراتها، لأنه هي التجارب النضالية هي يعني التحالف والمجلس وذلك كله كتجارب يعني تم تكوينه وشفناها، لكن كنتيجة هي يعني ما بقت فعالة يعني. فسببا لأنه يعني هي بنيت على أرضية هشة غير مسنودة بدعم جماهيري. فحس توسيتي إنه التنظيمات يعني تسعى لإقامة مظلة فاعلة ذات سند جماهيري واسع. عدنا عمالك وهجراتنا دين فناتيهو أبعد ناس وقبايل، دين فناتيهو أبعد ناس وقبايل، سقا أدحد نبلا دي بالبابنا نقبل، احنا أدحد نجلف وعدنا تنتواصل، اسكا حسبو ديبو كهبو ديبو مكر كهبو ديبو مكر سفال الكوعجي أبقى تكوني موضعك بخلا ولادنا يكوني يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا عدنا عمالك وجراتنا يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا. الماس بليز. صار لي بتقيس بنزمة الستة زيادة لكن كانوا تعرف السالفة هذيك على وجبات سالفة على مجرد العينين وقلت مثلا أنا كنت فنانة ما دون العياز منهم كان زرع كانوا وجبات راح زيكونا علهم بعض civic associations علهم بعض activists والكسرات علهم بعض يقولوا عب الجامعة كلهم بقوة يقولوا يرفعوا كسات فلوس يقولوا عاموا على كبيرنا الماس توصي ودانييل كان يعني قدم في توسيته أنه مشاركة التنظيمات ما شاركت في الاجتماع ده، وهي بتضيف في كلامه برضو يعني مشاركة منظمات مجتمع مدني يعني اللي ما اشتركت والشخصيات الناشطة في المعارضة كلها يعني بحيث يكون يعني منتدى موسع يشمل التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الناشطة في المعارضة. فده يعني لتكملة. في نفس الوقت برضو يعني والبيسوس كان يعني تناول مسألة يعني التوقيت الزمني بالنسبة لترتيب الأولوياتنا.
تؤكد عليها توقيت الزمن ده مهم جدا جدا. حتى في المواعيد العادية ينزل الشغل الساعة 8 وفي المواعيد كل شيء بيتم بالترتيب. دي من المهمات. بعد ده برضو التنظيمات تكون مهيئة ونفسيا انه طالما انتم يعني تستلموا توصياتنا، نحن برضو يعني مرة أخرى حنسألكم يعني في قضايا ايش عملتم وشنو الصادف. فإذا أنتم أيضا يعني عندنا مساءلة معاكم والتنظيمات تكون مهيئة بحيث أنه يعني تستجيب لملاحظاتنا. شكرا. أيوة نايميديا. فالجانب الإعلامي يعني بشكل موحد يكون فيسبوك وده لو تجنبناه حسن، لكن يطلع يعني تصريح صحفي موحد بحيث أنه يوصل خطاب موحد. مسفد بليز. كل زي كسر تقاوم فتو زقاوم حدا كان تقاوم نزاع كان صار كان تقبل كم زلون حدا أنا ما زلوين سلزي نزي قدامي بعرفي لتقيسير لخط ورقة يزغربه زكاة كالسي إذا كسر تقاومه تخيلنا بسيو دريب كان حيل كان نحد علامة يسرح سلزلو إذا فولي أمامنا نتي بوليتيكا ودا بزلو وطرح وين كسرجه نزل ما زبلت نصف يسمي رأي الماس وبيضيف في نفس الوقت أنه يعني المنتديات ما تنحصر على المشاركة فقط يعني، لأنه مرحلة الأولى مرحلة ما قبل الإسقاط دي تتطلب يعني مجهود جماهيري واسع. فإذا يعني يشمل ده دور التنظيمات السياسية ودور منظمات المجتمع المدني، دور الأشخاص الناشطين. هذه الأدوار دي كلها لما تتجمع وتتكامل وتوظفها ضد إسقاط النظام يعني تعجل عملية إسقاط النظام. يعني دي اللي كنت أنا بسميها في ورقتي اللي هي يعني مرحلة الأولى أو مرحلة ما قبل إسقاط النظام. عشان ده يعني في المشاركة يعني في المنتديات القادمة برضو ما تنحصر يعني في المشاركة لوحدها، برضو يكون في مشاركة في الهيكلية. التنظيمات السياسية باعتبارها متفرقة، باعتبارها هي القوة يعني بتهتم أكثر بالعمل السياسي، ممكن تأخذ المبادرات السياسية وممكن تأخذ يعني عملية قيادة المرحلة. لكن يعني منظمات المجتمع المدني والأشخاص الناشطين برضو بحدود إمكانياتهم وبما يتلائم مع ظروفهم يعني بنحتاج في وضع هيكلية تضمن مشاركتهم بحدود محددة. خديجة. كما حبيبكم قدمت في منظومهم دعم العالم كخديجة سنة جزء كما هي الخير من أدارتنا في وعلازي الحكي عمي داشو اليوم ولكن كارتي نعرف حاجة تقريبا نزبرته أتي نعطي زلقة نبرة perception نزبتي أزرعتون تعمل دوتي
ኣለዎ ምክንያቱ ከም ንኣብነት ዝተፈላለዩ ውድባት ዝነበርና خديجة يعني تؤكد أنه في مشاركتها في هذا المنتدى استفادت يعني حاجات كثيرة، يعني الانطباع اللي كان قبل المشاركة وبعدين الانطباع اللي كونته أثناء المشاركة يعني متباينة هي، وعليها أنا استفدت في هذه الجلسة استفادة حقيقية. التنظيمات السياسية تدي أولوية هامة لمشاركة المرأة الإريترية، لأنه حقوق المرأة هو حقوق يعني إنسانية هي، ده يعني التنظيمات يعني تسعى في تحقيقه أكثر بأكثر. في نفس الوقت برضو يعني تقدم مساعدات معنوية إيجابية يعني لإقامة مظلة نسوية مستقلة. حسين أنا المفروض أتكلم باللغة العربية وأسهل لي، لكن من أجل معناه الحفاظ على الوحدة الوطنية ومن أجل التعايش السلمي ومن أجل محبتي لتلميذ وعشت في وسطها هالكلام لتلميذ. أنت أستاذها يعني. زغنه إنه مجتمع أبكنتي بمعال كسان حاجة بحال اتخذ بحال جبوه كل تراهي. أنا ناي بحكي أبزي تصرف قوة وتا ناي political size ناي آخرتها أب كل خير جكا أبزانا إثيوبيا أب كل خير دخل كله كنزانا يلوم معدي بدتن إن كان هبان زلوا ومو أبنات أبوتا بإسرائيل نإسرائيل زر أخوة ومو عود وعودتي أخيرا وعود على متسفى زلوا أمو نقدمي زمنه من تلوتي حبوس سلزلوه حبيسة سلزلوه تقول أنا حبوسي بدرتي يقول صوص قبعان كن مالسي أنا من حد أكل ناهز بإيطا سلزلوه كمبون إزنا يبولتي كاشنخ قبعي مسألة سلزلوه تي كل أوروب كان يقول طول هاي كل قصة تقرأي أنا تسمعني الخطة كنا سلزلوه خلوز دلي صبوا لهم صبوا لنا نغمين من تخنقي بحلف لكم عدمتي مخنياتو عدمتي بقنع القرار وي بناي معدو الرعاية تزين الروب نزيد التفلالي عينت والتفلالي الرعاية زولة حد خطان خمسوه سيرت تقالسو أبزي عمل سينانا حجي تعباي حلا في النري راي قبورو ني بوليتيكينياتات مبان أبكند قبورو ني مدرخ مبان كنقبل ألنا تبل كان كساب حجي سنجي سمعه كنقبل ألنا ني حبار نزبط صدر لخاء موسيقينياتات غيرنا درست خطر الدون لي مفهوم ما في اوكي بيان أول مرة قاعد أقابل الأستاذ حسين محمد علي I'm very touched. زي نتائج ذلك أنت مازال على التعب. أتي سنفات وإذا ما تكون تسمع عن اللي هو بيننا وريا وبتي ما يتعاوني. ميديا effectively تكمل لي. أتي ميديا حجي نسان زعلي تأخيرات غير مزلو. نزس كمان يرجع أنا بتجي تسحب بأون تاو من قد هم يرجع تسحب ترى حجنا الموسيقى تلاقي لها very crucial. I mean هذا البعض كلهم معهم تبدو بالنسي الموسيقى بتعشون كمان يروون السكر جمسة أو يعني سحتهم. سأزيد يا عبارة component dimension
هو استخدام الإعلام توصية خاصة يقدمها لتنظيمات بس. دور الإعلام والفن بشكل عام في دور الفن في استنهاض طاقة الشعب وتعريفه. استفادة من الإعلام والفن في طاقة الشعب. دكتور عود. فولي زيغورو بايتاز نعي أنا كم أكاديميشن نزع خوينة نلا أفهم قولهم تصاوري له أكاديمية وعقلنا إرفاويان أنت تصاوركم وها في الجبر الزرينة. عبد القادر بليز. بسم الله الحمد لله. أولا لأنه لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر الأخوة تنظيم هذه الندوة. الجلوس في هكذا دائرة مستديرة والتعرف على أفكار البعض ومعرفة البعض ومعرفة الناس في ذاتها فائدة وتفيد في مستقبل التواصل الاجتماعي العلمي. أنا من هذا المنطلق أود أن أشكر بعض الإخوان الذين لامست كلماتهم أو أوراقهم بصورة مباشرة، وأحس مثلا الدكتور عود يحس بحاجة الشعب الأريتري إلى السلم الاجتماعي، ويحس أيضا أن الشعب الأريتري بحاجة إلى مصالحة وطنية، القوى الوطنية الأريترية، النظام الأريتري، الكل بحاجة إلى مصالحة وطنية. هذا الإحساس إحساس كبير وأنا أحييه عليه، وهو يلامس حقيقة واقع المشكلات الأريترية الموجودة والقائمة. وهذا الإحساس نابع من وجود اختلالات. هو لو ما يحس إنه في اختلال في الواقع الأريتري يحتاج إلى مصالحة وطنية، ربما ما فكر بهذا الاتجاه. أيضا كثير من المعلقين الأستاذ كذا أيضا علقت على الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها القوى السياسية الأريترية أو النخب الأريترية من تأسيس الجند إلى الحرب الأهلية إلى انفراد النظام بالحكم في أريتريا. كل هذه الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبناها كشعب أريتري بغض النظر عن الفاعل الحقيقي هي مسؤولية الشعب الأريتري. هذه الأخطاء هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم. أيضا أشكر الإخوان الذين انصبت توصياتهم في هذه الجلسة الختامية إلى تعزيز الروح الوطنية، تعزيز التواصل، تعزيز التقارب القوى الأريترية الوطنية. وأحس إنه الكل حادي والكل حريص على مستقبل أريتريا وعلى مستقبل وحدة الشعب وعلى مستقبل التصالح والتسامح. وأنا أشكركم جميعا على هذا الإحساس الجميل وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم. شمال برود بديبها وانقول طعم مدرا، شمال برود بديبها وانقول طعم مدرا. ربا معلمنا ما لو رحنا تقلا، ما لو رحنا تقلا. سفان القعد جاي فتكوني ودايك بهلا ولادك تكوني. يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا، يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا. عدنا عمالك وجرادنا، يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا، يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا. عدنا عمالك وجرادنا. محطات مع أحمد القيسي.
المحطات، برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. آهات إريترية في الزمن الصعب. يبدو أننا أفرطنا كثيرا في الحديث المنمق والتحليلات التي تتناول المواضيع بأوجه عدة ترضي البعض ويحنق منها البعض الآخر، وبحكم جديتها تحدد من خلالها مواقف، ويبدأ التصنيف والقربرة في التاريخ وتكال الاتهامات. هذا إذا كان المقال قد مس بصورة عرضية إحدى مقدسات هؤلاء البشر. إنها حكاية في العمل السياسي الإريتري، والواقع إن مجمل ما يصدر من فعل ورد فعل إن معظمنا يعيش خارج اللحظة وهموم اللحظة ومشاكل هذه اللحظة الزمنية. وتتلخص مشكلتنا في هذه اللحظة الزمنية بأشكال عديدة وكثيرة ومتعددة يتصدرها النظام الإريتري والديكتاتورية. والواقع أنه ليس هناك نظام بالمعنى الحرفي والسياسي لمفهوم النظام، فالنظام له تعبيرات مؤسسية وقانونية وشبكة علاقات تحكم إيقاع هذا النظام، ولكن عندنا لا وجود لكل ذلك. القانون الوحيد المعمول به هو قانون تنظيم المرور، لأن وراءها عائد من المخالفين، أما ما عداها فهناك شخص دون شريك وفقط أزلام تابعون ومنفذون، شخص متقمص لشخصية لويس الرابع عشر يصرخ بعبارته الشهيرة: الدولة هي أنا. والواقع أن هذه الحالة نجدها حاضرة في الوعي الجمعي للمجتمع الإريتري، ولا سيما حين تتجسد الدولة في شخص الزعيم. فما أن تخرج بعض أخبار ولا سيما شائعة مرض أو موت حتى تسخن الخطوط بحثا واستفسارا. ماذا جرى للزعيم؟ والحقيقة هي أن الكل يشعر بالارتياح، ولكن شعور داخلي بأن الله قد أعانهم من التخلص من الكابوس الجاثم عليهم بعد أن عجزت كل الوسائل والتنظيمات التي ابتدعوها في تخليصهم من هذا العبء وهذا الصنم. حكايتنا هذه تذكرني بقصة المرحوم ياسر عرفات رحمة الله عليه، حين كان محاصرا في المقاطعة في غزة، فقد قرر الإسرائيليون التخلص منه واغتياله. فقط كانوا يبحثون عن غطاء أمريكي لهذه المحاولة، إلا أن الأمريكيين رفضوا الفكرة من أساسها، وكان ردهم: دعوا الأمر ليد الله ولا تتهوروا. فما كان من إريل شارون الرد على الأمريكيين: حتى يد الله هي بحاجة إلى القليل من المساعدة منا. واعتقد أن قدرنا جميعا بأننا سنموت يوما ما، ولكن في حالة زعيمنا هذا وأمنياتنا في التخلص منه بحاجة إلى مجهودنا نحن تعكس جدارتنا وحب التضحية فينا من أجل قد أفضل نرجوه لأبنائنا، وليس مراهنة على القضاء والقدر، فهذا حتمي له ولنا. ولكن دعوني إجازة من وحي التجربة لأؤكد أن الرجل حي يرزق، وفي أحسن حالاته وتجلياته بدليل قاطع، وهو قرار الاحتيال الكبير الذي صدر قريبا وتحت عنوان تغيير العملة. أما التطبيق فهو الاحتيال بعينه، وقرار بهذا الحجم واحتيال عيني عينك كما يقولون لا يمكن أن يصدر إلا من محتال كبير، الزعيم ولا أحد غيره. وصادف لحظة كتابة هذه المقالة أن شاهدت رئيس البنك المركزي في مقابلة تلفزيونية يرد على سؤال
لماذا جاء هذا التغيير الآن؟ وكان الرد أكثر قرابة، بل دليل قاطع أن سيادة رئيس البنك المركزي ليس لديه تبرير مقنع، واعتقد أنه شخصيا غير مقتنع بالإجراء، فكان رده غرائبيا وعجيبا. وألخص هنا المحتوى الرد، فقد قال: لقد انتهى عصر التعامل بالأوراق النقدية البانكنوت، وأصبح التعامل على مستوى العالم يعتمد على الكروت الممغنطة على شاكلة أمريكان إكسبريس وماستر كارد، وإن الأمور والمعاملات تجري بسلاسة عبر البنوك. أنعم وأكرم. لم يكن أحد في هذه الدنيا يتوقع أو يتصور هذه القفزة النوعية في أفقر بلد في العالم، من التعامل بالأوراق النقدية إلى التعامل بالكروت الممغنطة. وفي سياق هذا الموضوع سألني زميل مرة وهو مندهش قائلا: أعطني سببا وجيها يفسر لي كل هذا الحنين إلى أسمرة، ولكن دون المبررات المعهودة حول الوطن والقضية والحق. كل ذلك مفهوم ومجاله شيء آخر، ولكني أقصد تلك اللهفة الغير عادية، وذلك الحنين المصحوب بقيوم من الحزن تنتهي بصمت طويل ليبدأ انفعالا من نوع آخر. إجابات السيد مدير البنك المركزي ذكرتني بتلك الحادثة، والإجابة لاستفسار الزميل الحائر قلت له: البساطة وذكريات الطفولة وحالة الحداثة التي أوجدها الإيطاليون مخلوطة بعمق بتقاليد المجتمع الأصيلة في تركيبة نادرة الحدوث، أوجدت حالة لا تقتصر على أسمرة بل تعم جميع المناطق والمدن وأبنائها. أضفت: أنا شخصيا أسميها متلازمة فلورنسا. كلنا مصابون بهذه الحالة، فحين يأتي ذكر منطقة أسمر، كرن، مصوع وغيرها، تجد أبناء هذه المنطقة وقد أصيبوا بهذه الحالة، فسرعان ما تجدهم في حالة من الانفعال والسرعة في استعادة الأحداث والمواقف والذكريات في تنشيط غير عادي للذاكرة، والموضوع يتمحور حول ما آلت إليه حياتهم وبين ما خلفوه في موطنهم. وجوهر المقارنة يقوم على تلك القاعدة: بساطة الحياة والحداثة ممزوجة بالتقاليد الأصيلة للمجتمع. هذه التركيبة الثلاثية هي التي صنعت متلازمة فلورنسا، الحنين إلى تلك البيئة المقلقة بروح البساطة. وها وقد جاء زمن يقتل تلك البيئة وبساطتها، ولا يكفي ما اغتالوه من كل جميل في ذلك الوطن، ولم يبقى أمامهم إلا تلك الروح البسيطة والذاكرة المشدودة عميقا في تاريخ كل شخص لتصنع تلك العقدة متلازمة فلورنسا. والمشكلة والمأساة إن الاغتيال شمل كل شيء، وبقيت الذاكرة بما تحمله من مخزون بمنأى من هذه التصفيات، ولكن لقد حان موعد تصفيتها. مجتمعا عاش طويلا وحتى نهاية الألفية يتعامل في سد حاجياته اليومية بالملاليم، والتي يطلق عليها سناتيم. لم يكن الوصول إلى صرف دولار إثيوبي إلا بجهد جبار. جيلنا، جيل الستينات، عاصر تلك الفترات، ومن هنا بنيت الذكريات وتبلورت متلازمة فلورنسا. ولكن جاء زمن يدعي أنه نقلنا ونقل المجتمع والبلاد إلى عصر جديد، عصر الكروت الممغنطة. أكاذيب تلو أكاذيب تصنع فجرنا القادم. أليس ذلك أسوأ أنواع الاغتيال؟ أليس ذلك محو إرهابي لذاكرة حملت التفاصيل الصغيرة لحياة مديدة صنعت روح الوطنية المتقدة؟ وها هم يذبحونها قربانا لأكاذيبهم. وبين حالة أخرى يعيشها شعبنا ننتقل إلى اللقاءات والورش التي طبعت الفترة الأخيرة للقوى السياسية المعارضة للنظام. نقول إن أي لقاء كبر شأنه أم صقر
هو خطوة إيجابية مهما هزلت النتائج، ويعود السبب إلى حالة التشظي المريع التي تعيشه المعارضة، والأوهام التي ترتكز عليها حالة هذه التشظي وانعدام الرؤية الصحيحة في ترتيب الأولويات، حيث أصبح الجميع دون استثناء بانتظار الحدث دون أي مشاركة في صناعته، وهذه حالة هي الموت واقفا. ولذا فإن أي لقاء هو خطوة في الطريق الصحيح، وإن تبعتها لقاءات وخطوات في سبيل توحيد الأداة الثورية القادرة على مواجهة النظام، فإن لم تكن المعارضة رغما يفرض نفسه من خلال أداة تنظيمية جامعة وفكر واضح وممارسة ثورية حقيقية وقاعدة جماهيرية مستنيرة، فإن مصيرها الحتمي هناك، حيث الظلال القاتم في زاوية من زوايا التاريخ. إنما يجب أن ندركه بوضوح ومن محاسن الصدف إن النظام كان يقدم خدماته باستمرار للمعارضة. إن صنمية النظام وتحجره والإصرار الأرعن في تكريس ممارساته كانت إحدى العوامل الرئيسية في شرعنة الخطاب السياسي لهذه المعارضة، رغم القصور الذي اعترى أدائها السياسي. كان يمكن للنظام اللجوء للمناورات السياسية ومحاولة سحب البساط من خلال بعض التنازلات السياسية لإرباك الجماهير والمشهد السياسي برمته، ولكن جنون هذه السلطة والثقة العمياء بالنفس كانت من العوامل المساعدة في تعرية هذا النظام. وهكذا فإن الكرة الآن في ملعب المعارضة، إذ لا يمكن بالمطلق التعويل على المصادفات الغريبة من قباء السلطة، إذ إن هذه السلطة سوف لم تبقى على حالها. فكل ما اشتدت أزمة النظام سعى للبحث عن مخارج، وغدا سوف نسمع من نفس النظام أطروحات جديدة كان بالأمس يرفض بشكل مطلق حتى النطق بها كالدستور، وتعنت النظام في هذا الموضوع، حتى تفاجأت الجماهير بإعلان الرئيس بأن هناك لجنة تم تكوينها لإعداد الدستور للبلاد. كان هذا الإعلان البائس هو كل ما تمخض حول موضوع الدستور، ولكنه مؤشر أن النظام على الاستعداد أن يبيع جميع شعاراته وعن جهياته لكسب موقف سياسي وإضعاف موقف المعارضة. لذا فإن المهمة الأولى للمعارضة أن ترتقي بعملها السياسي ومهامها النضالية إلى مستوى من التحدي الذي تفرضه المرحلة. وأولى هذه التحديات أن تبحث لنفسها إطارا موحدا جامعا يقوم على المرتكزات الجامعة نحو هدف موحد غايته إسقاط النظام وتحديد شكل وعمر المرحلة الانتقالية. باستثناء ذلك لا أعتقد أن أي قوة من قوى المعارضة تملك القدرة لطرح كل الإجابات للقضايا الخلافية العالقة، وإن ملكت ذلك يبقى اجتهادا ضمن اجتهادات أخرى. والحقيقة إن الأزمة تكمن في إن القديم يموت وإن الجديد عاجز عن الولادة. وبناء على ذلك فإن أي خطوة للتقارب وتوحيد الصفوف والجهود يعتبر مكسبا مهما حتى وإن بدا متواضعا. قيل قديما إن التاريخ يصنع الزعماء العظام، وهناك قول مضاد إن الزعماء هم الذين يخلقون التاريخ. وبين القول الأول والمضاد الثاني أين موقع زعمائنا القديم منهم والجديد؟ وتبقى الآهات الإريترية قائمة منذ زمن وحتى هذا الزمن الصعب. لكم التحية وإلى لقاء قادم. أحمد القيسي. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين: تزايد أعداد الموتى والمفقودين بمعسكر معيطر للتدريب العسكري. تعرض منزل رئيس تنظيم أثيوبي لعملية صبر بالعاصمة أسمرة. تفاصيل الأخبار. أفادت الأنباء الواردة إلينا من داخل الوطن
أن أعداد الشباب الإريتريين الذين يموتون أو يفقدون أثناء تأدية التدريب العسكري الإجباري بمعسكر معيطر في تزايد مستمر. وقالت مصادرنا أن 45 من أولياء الأمور الذين انقطعت أخبار أبنائهم عنهم منذ التحاقهم بالمعسكر ذهبوا مجتمعين إلى هناك وحاولوا الاستفسار عن مصير أبنائهم، فلم يجدوا سوى التهديد والتخويف بالسجن والمساءلة القانونية إذا لم يعجلوا بمغادرة المعسكر. ورغم محاولات أولياء الأمور والإصرار على معرفة مصير أبنائهم وتقديم بعض المستندات والصور التي بعثها أبنائهم إليهم من المعسكر، إلا أن القائمين على المعسكر اكتفوا بأخذ المستندات والصور وقاموا بطردهم تحت تهديد السلاح والاعتقال. هذا وتفيد تقارير عديدة أن معسكر معيطر فضلا عن كونه معسكرا للتدريب العسكري الإجباري يحتوي أيضا على سجن يعد من أسوأ السجون والمعتقلات في إريتريا، حيث أكدت مصادرنا أن التعذيب الوحشي والمعاملة القاسية أودت بحياة أكثر من 1000 شاب حتى الآن. والجدير بالذكر أن العصبة الحاكمة في إريتريا تدير أكثر من 360 معتقلا سريا تحت غطاء مراكز للتدريب العسكري ومسميات أخرى. تفيد مصادر إذاعة صوت المنتدى أن منزل المعارض الإثيوبي برهانو نجا رئيس ما يسمى بجنبوت سبات والكائن بحي ترافولا بالعاصمة أسمرة قد تعرض في 19 من ديسمبر الجاري إلى عملية سطو من عناصر مجهولة. وحسب المصادر فإن عملية السرقة أسفرت عن فقدان جهاز حاسوب محمول وبعض المستندات الهامة، حيث قام برهانو نجا بالاتصال مباشرة بجهاز ما يسمى بالأمن القومي وأبلغهم بعملية السطو. وأكد ناشطو المنتدى بالعاصمة أسمرة أن العملية لم تهدف إلى سرقة مقتنيات المنزل، إنما الحصول على معلومات هامة في الحاسوب والمستندات. هذا وتقوم وحدة خاصة بالأمن الخارجي بحراسة منزل برهانو نجا منذ نجاح عملية سرقة الحاسوب والمستندات. وتبذل الأجهزة الأمنية جهودا مكثفة في البحث عن المستندات المسروقة التي تحوي على معلومات سرية هامة سيكون ضررها كبيرا على العصبة الحاكمة في أسمرة إذا تم تسريبها إلى الخارج. وتفيد التقارير الواردة إلينا من أسمرة إلى أن المعارض الإثيوبي برهانو نجا الذي يتخذ من إريتريا مقرا لنشاطاته المعارضة للحكومة الإثيوبية قد تعرض من قبل لمحاولة تسمم غذائي، وأن هناك جهات تعمل على اغتياله، لذا خصصت له العصبة قوة حراسة ترافقه أثناء تحركاته. صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.